النهاردة معانا وصفة سهلة وبسيطة وهنعملها في نص ساعة بس، كله في حلة واحدة. خطيرة، هتعجبكم جدا. يلا نشوف المقادير بتاعتنا. معانا حلة فيها سمنة وزيت. هننزل بالبصل بتاعنا لغاية ما لونه يتصفر. طبعا ما تنسوش اللايك والشير واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل وصفاتنا. هنا البصل بتاعتنا بقى لونها اصفر. عندي هنا فراخ متقطعة مكعبات صغيرة، رش عليها زعتر وفلفل اسود وحبة كاري. هنزلهم، مش هقلب بقى، هسيبهم كده شوية. اول ما ياخدوا لون من تحت هبدأ بقى اقلبهم واشوحهم عشان ما ينزلوش المية بتاعتهم. بعد كده هنزل عليهم بقى بالمكعبين ماجي. دول اختياري، عادي ممكن نستغنى عنهم او ممكن نبدلهم بشوربة لو عندنا شوربة يعني كتير في الفريزر. هنا من التوابل بتاعتنا بابريكا وكاري وسبع بهارات وقرفة وكركم وملح وفلفل وحبهان وقرنفل. حبهان وقرنفل لو عندكم ناعمين حطوهم مطحونين عادي. وهنا بقى هتشموا ريحة خطيرة، بتبقى ريحتها جميلة جدا. عندي فصين توم صغيرين مفرومين، وعندي هنا فلفل رومي احمر واخضر، ولو في عندنا جزر بيبقى هايل جدا في الوصفة دي. عايزه اقولكم وصفة جميلة ومغذية وكله في حلة واحدة، مش متعبة يعني. هننزل بمية سخنة مغلية على الفراخ وهنسيبها يعني هنغطيها كده ونسيبها شوية. طبعا بنظبط الملح بتاعنا، يعني نشوف محتاجة ملح او حاجة بنحط ملح. هنغطيها بقى ونسيبها كده شوية قبل ما نغسل الرز بتاعنا. ده رز مصري عادي مغسول ومتصفي كويس جدا. هننزله بقى على الفراخ. طبعا الفراخ معروفة هي مجرد ما بتتشوح بتبقى خدت التسوية بتاعتها، فما بتحتاجش وقت طويل خصوصا الفراخ اللي هي المخلية دي. بنضيف مية مغلية برضو لغاية ما نغطي المعيار بتاعنا. هنزود بقى زيت لو حابين، يعني لو شايفين ان الزيت كان قليل فممكن نزود زيت لانه بيفرفر كده الرز كويس. بنغطيها على نار يعني متوسطة تغلي كده يعني 7-10 دقايق كده، وبعد كده بنقلبها ونغطيها بقى ونسيبها على نار هادية بقى خالص تستوي لمدة تلت ساعة. هنا بقى عندي معلقتين من السمنة، وعندي لوز مجروش، يعني هو لوز بحاله عادي ني. كسرته وهحمصه كده، مش هقشره عادي بقشره يعني. هديله تشويح كده. اللوز بتاعي اتشوح كويس كده، بنزل عليه بقى بزبيب. ده زبيب مصري، بحب اديله كده تركه. بنقعه في ميه سخنه كده شويه، بصفيه وبروح ضايفه عشان ما يتحرقش بسرعه. هنا في رشه قرفه، بحب ادي رشه قرفه كده للمكسرات وهي بتتحمص. بتدي ريحه وطعم حلو قوي. هنا كانت بصوا بقى، عايزين تقولوا عليها كبسه، هي كبسه مصري بقى، انا مسميها الكبسه المصري. ان هي ما بعيده تماما عن الكبسه السعودي. يعني الكبسه السعودي ليها توابل مختلفه وليها رز طبعا بسمتي وفراخ بتبقى بعظم يعني اوقات كتيره يعني. هنا رز مفلفل وحلو جدا. بنضيف بقى المكسرات على الطبق بتاعنا بعد ما غرفناه. دينا مطلق الحريه، يعني انا دايما اسيب المكسرات بره لان في ناس بتحب المكسرات وفي ناس لا. بصوا الرز مستوي وحلو جدا مش معجن. دي سلطه دقوس. لو عايزين حابين يعني ممكن اكتب لكم المقادير بتاعتها في صندوق الوصف. اهم حاجه لو عجبتكم الوصفه متنسوش لايك وشير واشتراك في القناه. واتمنى ان هي تكون وصفه سهله وبسيطه، ومستنيه رايكم طبعا. وباي باي والى اللقاء في وصفه جديده.